بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. واش راكم يا الزينات؟ لاباس ان شاء الله. يدخلكم هذا الفيديو وقاكم بخير وعلى خير. ولا تشوف الفيديو لاول مره نقول لك اشتركي في القناه، لايكا تعليقا باش يوصلك كل ما هو جديد. فاذا تعموا جميع نقول لكم تموت عليكم قناه نجاح المراه في حياتها. صحة فطوركم خواتاتي او بنياتي غزالاتي، صحة فطوركم. راه على بالي بلي راني طولت عليكم الفيديو، الله غالب خواتاتي، على حساب ما نقدر راني نحط مع خواتاتي الفيديو. شوفوا موضوعنا نتاع اليوم وهو كيفاش بنتك الثقة بنفسها وتنشئي فتاة قوية. حبيبتي إليك بعض النصائح أو الخطوات. شوفوا كانت واحدة الأخت خلت لي تعليق، واش قالت في هذا التعليق؟ قالت عندي زوج نتاع الفتيات، زوج تاع البنيات. قالت لك واحده في عمرها 8 سنين والاخرى في عمرها 7 سنين. قالت لكم قالت لي بالعلم هادو ديك 7 سنين و 8 سنين. قالت لك عندي مولات 8 سنين خفيفه ومولات 7 سنين كما شغل. قالت لكم ثقيله. قالت بنياتي ما نخليهمش يخرجوا برا يلعبوا. قالت نديهم انا نشري لهم كراعي بكراحهم للمدرسه، اي حاجه بغاو يديروها قالت لك انا نخرجهم وندخلهم. قالت لكم مع العلم الاخرى في البنت اللي في عمرها 8 سنين قالت لكم قالت باللي خفيفه، لو كان واحد يتلاقاها برا يشهش فيها بحبه حلوه تروح معاه. قالت اختي نصحيني كيفاش نتعامل مع بنياتي. شوفي اختي غادي نعطيك بعض النصائح او الخطوات، الا طبقتيهم ان شاء الله راكي تنشئي فتاة قوية، وان شاء الله تكون عندها ثقة في نفسها. حبيبتي شوفي يا اختي، كلنا رانا امهات، فهمتي؟ دائما نحاولوا نحموا ولادنا من اي حاجة يتصرفوا بها هما، نحاولوا حنا نحموهم. في نفس الوقت لازم نعرفوا كيفاش نحموا ولادنا من انفسهم كان ما كناش موجودين معاهم. شوفي الموضوع ماشي صعب، لكن محتاج للوعي والثقة في النفس. إليك بعض النصائح البسيطة التي ممكن باش تساعدك تعلمي بنتك تقوي نفسها وتواجه المواقف الصعبة. فهمتي؟ هي صغيرة بصح تدربيها إلى بعض الخطوات والنصائح تولي واعية. إليك الخطوة الأولى حبيبتي، علمي بنتك تفرق ما بين الغريب والإنسان الطبيعي. يعني الإنسان الغريب والإنسان الطبيعي. الإنسان الغريب فهميها باللي هذا إنسان خاطئ العائلة، والطبيعي يعني الإنسان اللي يكون من العائلة. الحاجة الأولى في الغريب، فهميها في الغريب لو كان تكون برا يقولها أرواحي معايا ونعطيك حبة حلوة أو نعطيك دراهم نقود، لازم تعرف باللي هذا الشيء ممنوع منعا باتا. هذا ممنوع. يليق كون يقولها الغريب هاكي دراهم أو نقود، عارفي باللي هنا هناك خطر ليها. فهمتي؟ وإلا كان حد من الأقارب اضحك غير هكا معاها وحاول يتلمسها هكا في الجسم تاعها، علمي بنتك ما تسكتش على حاجة كيما هاك، ده غلط. قولي لها لو كان طلب منك أي حد يلمسك يحاول يلمسك، قولي لها ما تسكتيش، أرواحي عندي، أرواحي تجري عندي، قولي لي واش صرالك. ولا حاول عفوا احد من العائله باش يتلمسك في الملابس تاعك ولا في الجسم تاعك، ارواحي قولي لي. ولا هكا قال لك نتصور انا وياك، ارواحي قولي لي ما تسكتيش. هنا هذا غلط بنتي، فهميها 8 سنين راهي واعيه، وبناتنا راهم واعيين ويعرفوا كلش. قعدي بنتك وقري بنتك. فهمتي؟ فهميها بين الغريب والإنسان الغريب والإنسان الطبيعي. والحاجة أخرى تكلمي معها بكل صراحة وبدون خوف. فهمتي؟ قولي لها
قولي لها ما تحبيش ما تبغيش، قولها حتى حد يتلمسك ولا يقول لك كلام يضايقك، حتى لو كان من الأقارب أو صديق. فهمتي؟ قلت لك حاجة كيما هكا قولي لا واجري وتكلمي فورا. نقولها ما تسكتيش، شرحي لبنتك بان الجسم تاعها ملكها. فهمتي؟ ماشي حق واحد اخر باش يتلمس لها في الجسم تاعها، يعني في الايدائها. خاطرش الطفله ما تعرفش، يليق لها الوعي، يليق الام تاعها هي اللي تدربها، هي اللي توري لها. فهمتي يا اختي؟ قلتي هذه عندي البنت في عمرها 8 سنين وخفيفه، يليق لك بنتك انتي توعيها. حاجه اخرى قولي لها تحفظ كلمه لا بكل ثقه. كلمه لا يليق تكون موجوده في فمها، خاطرش الاطفال احيانا يخافوا يقولوا الكبار لا، لكن عوضيها ترفض اي حاجه ماشي مرتاحه ليها. دربيها تكون ماشي كيما نقولوا حنا ماشي باغيه هذاك الشيء، تقول لا. حاجه تخص خصوصياتها تقول لا، تقولها بصوت عالي وواضح، هكا تقوي لها ثقتها في نفسها. حاجه رافضتها تقول لا. دربي بنتك. حاجه اخرى علميها تشك في حاجه ماشي طبيعيه، دائما علميها. مثل اي احد يبغى من الاقارب او غريب يقولها باللي بنتي انتي شطوره، اكتمي هذا السر على ماماك، لازم امك ما تعرفش هذا الامر. هنا تعرف باللي البنت هذا الشيء خطير. كي انتي توعي بنتك وتقولي لها هذيك الهضره، صاي دخلي هذاك الشك، حاجه ماشي طبيعيه، باللي ديك الحاجه نورمال. كي يقولوا لها باللي هاد الهضره ما تروحيش لامك وتعاوديها لها، هنا تعرف باللي هذا الامر خطير، تجي تقول لك. شوفي حاجه اخرى، علمي بنتك استخدام القصص والالعاب. فهمتي؟ اللعب مع بنتك واستعملي ذكائك. فهمتي؟ قولي لها غادي نلعب معاك لعبه باللي وكنتي انتي برا، بنتك كانت برا وتلاقت امراه من لا فامي وقالت لها اروحي معايا نشري لك، ولا روحي معايا للدار، ولا روحي تلعبي مع بنتي. هكا شوفي التصرف نتاع بنتك، واش الرد تاعها والتصرف كيفاش تتصرف بنتك. هنا تعرفي بنتك العقليه تاع بنتك كيفاش تتمشى. فهمتي؟ عاملي معاها المواقف بذكاء، وإلا كانت بنتك هي غالطه في هذيك لافاسون التصرف اللي تصرفاته معاك في هذاك الدور اللي درتيه انتي في الدار، نصحيها وفهمي بنتك ووعيها. وحاجه اخرى، علمي بنتك تطلب المساعده، يعني دربيها تعرف ارقام الطوارئ، مثل ارقام الشرطه، اهلها. كما هي صغيره خليها تحفظ العنوان تاع البيت، اسمك الكامل، اسم العائله، اسم الاب، اسمها. قولي لها كانت موجوده برا ولا، قولها الا حسيتي بخوف من اتجاه اي احد بغى يأذيك ولا، قولها صرخي باعلى صوت واجري لاقرب مكان فيه الناس. قولها ما تسكتيش، فهميها ووعيها، باسكو هذه طفله صغيره يليق لها الوعي. حاجه اخرى، قوي ثقتها بنفسها، دائما مدحيها لما تعبر عن رايها وترفض اي حاجه لو كانت بسيطه.
نعطيك مثال، رفضت تشارك لعبتها مع أحد الأصدقاء أو الأقارب، تقرعي لها هذيك اللعبة وتضربيها وتعطيها للأقارب. لا، دائما ذكريها إنها قوية وذكية، ماشي لازم تتهدد علشان باش تثبت الرأي نتاعها. فهمتيني اختي؟ كوني قدوتها، هي تتعلم منك كيفاش تتعاملي مع المواقف اللي شفتك، تعرفي تضاعي حدود للناس وتدافعي عن نفسك، تكسب نفس السلوك نتاعك. شوفي، خليك صديقة لبنتك، فهمتيني؟ ما تكونيش ماماتها. لو احسن قدرتي تشاركك في اي حاجة غلطت، هذا هو اكتر اي كلام. حاولي دائما المدح لبنتك، دائما المدح لبنتك، فهمتي؟ وعي بنتك، قري بنتك، علمي بنتك، فطني بنتك، فهمتي؟ ما تخليهاش على هذيك النية الزائدة. هذيك النية الزائدة ما تخليش بنتك. دائما فطني بنتك، وعي بنتك، فهمتي؟ مام كي تعلمي هاد البنت الاخرى تاني تطلع على سيرة اختها وتطلع شاطرة، فهمتي؟ ما كانش كيما نقولوا حنا اللي يجي يحشيها لها، فهمتي يا اختي؟ ربي يحفظهم لك ويخلي لك بنياتك اختي. راني عطيتك بعض النصائح هكا باش توعي بنياتك، وربي يحفظهم لك ويحفظ بنيات المسلمين ان شاء الله. معليش نقول لكم البنات اللي عجبه طريقه شرح الفيديو كيفاش بنتك الثقه بنفسها وتنشأ فتاة قوية، تدخل للقناة تدينا مشاركة. خواتاتي ما تنساوناش في دوك اللايكات، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله حبيباتي.